انت اذا خلينا نقول خلصت المباراة وخسرت او فزت، خلينا نقول فزت وعينك فوق، حلو، وانت حتمشي حتروح للمستشفى وتروح للدكتور. الدكتور ايش حيسوي لك؟ الدكتور اللي درس 12 سنة كل الحالات اللي درسها بمادة الاناتومي ما بها السوالف. انت اذا رحت له وعينك هنا ايش حيسوي لك؟ الدكتور ايش حيسوي؟ حيحط لك تحميله انه هذا الحل الوحيد وياك بعد ما خلصت لي هاي الرياضه المعفنه. شنو هاي؟ شنو القرفات؟ شلونكم يا ربع؟ رجعنا قناه متواضعه، شو الاخبار؟ شو مسوين؟ ان شاء الله الكل بخير. بعمره اجاكم التفكير العشوائي انه اذا قدامكم واحد وانتم قاعدين تسولفون طبيعي وقاعدين بكل لطف، خلينا نقول قاعدين ناكل او قاعدين نسولف بموضوع جدا طبيعي، فجأة الشخص اللي قدامك أو الشخص اللي قدامك فجأة قال شيء مستفز، فأنت يعني بطبيعة الحال الردود الأفعال اللي حتكون عندنا هي يا أنه نسب الشخص يا أنه ضربة كف، صح؟ أو ما أعرف، يمكن أنا أعرف بزيادة، ولكن المهم يعني أنه واحد عنده أفكار عشوائية. زين، خلينا نربط الأفكار العشوائية ويا شوية فلوس، حيطلع لنا هذا الشخص. يعني أنا ما أعرف ليش هالقناة مو قناة قصص، يعني أنا بالله عليكم مراوي قصص. يطلع لنا هذا البني آدم اللي اسمه دينا وايت. دينا وايت شو يسوي؟ هذا البني آدم هو الشيرمان والسي او، يعني هو صاحب شركة يو اف سي. يو اف سي هي شركة المارشال ارتس. شو ما قاعد اسولف انجليزي. اليو اف سي منو يعرف اليو اف سي؟ اليو اف سي هي شركة الفنون القتالية. المهم اللي ردنا نوصل له، دينا وايت عنده هاي الشركة اللي هي مختصة بالفنون القتالية، يعني هو أصلا عنده شغف بهذا الموضوع ويحب هذا الموضوع. فهو شنو؟ عنده فلوس وجته فكرة عشوائية، وانتم هسه تعرفون أنا على شنو حدخل. أريدكم بس تشوفون هاي الرياضة على السريع وقولوا لي هاي مو أفكار عشوائية، قولوا لي بس، وهسه حربط لكم كل شيء. لا، والمشكلة بنص الراوندات أو بنص الجيم وهو قاعد يضرب الثاني يسوي له هيك، يعني علامة احترام. يعني شنو هاي؟ أبدا لا، هذه الرياضة يا عزيزي وعزيزتي اسمها باور سلاب. هاي حرفيا بطولة كاملة للناس اللي تحب تشخصن المواضيع. والله تحسهم كلهم شخصنين موضوعية الشخص الثاني، شخصنين موضوعية الشخص الثاني. بس شيء غريب والله، بعيد عن اللي هم مشاركين بهالبطولة، خلينا نشوف أساسها. صديقنا دينا وايت اللي عنده اليو اف سي عنده هواية فلوس، يلعب بفلوس زيادة عن اللازم، فاجتي فكرة بباله عشوائية انه ليش ما اسوي هاي الرياضة. ولكن اكو قصة ورا الموضوع. شنو القصة؟ انه في يوم كان طالع هو ومرته وكانوا قاعدين بكاسينو بلاس فيغاس، حلو، وهذا انا ما قاعد اطلع القصة من عندي. الاثنين تحاوروا وتشاجروا وما اعرف شنو، وصار بينهم فد خلاف. مرته ضربته كف وبعدين هو ضربها كف. بعدين اجت الفكرة بباله، قلت لكم الرياضة هاي اللي يحب يشخصن المواضيع. فهي مرته ضربته بعدين هو ضربها، بعدين قال ها ليش ما اشوف، ليش ما، يمكن عجب الموضوع، يمكن عجب بالموضوع انه ضربها كف. بعدين سوى رياضة منها، ما اعرف. ما شوف انت بس صار عندك فلوس يبطل عندك سالفة. نفس صاحبنا جيفري سواله جزيرة كاملة على مود يسوي مدينة العاب للاطفال. المهم يا الربع، فانا صراحة شفت انه هاي الرياضة جدا غريبة، لانه ليش؟ يعني ليش هي من خلصت الرياضات يعني خلص كل رياضة بالعالم. زين لعبوا هاي، لعبوا بينج بونج، يلعبوا كرة قدم، يلعبوا كرة السلة، ما أدري، يلعبوا شطرنج حلوة. الشطرنج حتوجع مخك من كثر ما تفكر، ما هاي اللعبة حتوجع مخك من كثر ما أنت. This one very confident. This one very confident. He still doesn't. شلون؟ ما تحسه فلتر سناب شات. لا مشكلة يرمش وعينه طالعة فوق. On this
Look at Manu. Look at Manu. He said, did he go? Did he hit me? Probably the best match. Best shot of the match for Paige. It was اول واحد انضرب كف من كثر ما الكف قوي عينه طلعت فوق. لا لحظه بس خلينا نشوف الفيديو مره ثانيه. Very confident. من كثر ما جسمه انصدم عينه طلعت فوق. الثاني عينه نزلت جوا، بس هذا شكله فلتر يعني. الثاني بس في شيء غريب ما اعرف. والثانيه كان عندها وشم بنص راسها وبس انضربت اختفى. معناها هاي اللعبه بيها في شيء سحري، يعني اللعبه بمخك بطريقه معينه انه يعني ما اعرف عينك تصير تتحرك مكان. زين انت زين لحظه شويه، انت اذا خلينا نقول خلصت المباراه وخسرت او فزت، خلينا نقول فزت وعينك فوق، حلو، وانت حتمشي حتروح للمستشفى وتروح للدكتور. الدكتور شو حيسوي لك؟ الدكتور اللي درس 12 سنه كل الحالات اللي درسها بماده الاناتومي ما بيها السوالف. انت اذا رحت له وعينك هنا ايش حيسوي لك؟ الدكتور ايش حيسوي؟ حيحط لك تحميله انه هذا الحل الوحيد وياك بعد ما خلصت لي هاي الرياضه المعفنه. شنو هاي؟ شنو القرف هذا؟ ما لو مشكله النسوان هم قاعدين يلعبون بها. Was clean. That was a good slap. Take your time. Over night. See the way he blew out. That's a good wind up. Whoa, better. Much better. The edge to Schaefer. Nice adjustment. That one seemed off again, though. She's going. Oh, after a kiss. اكو نسوان قاعدين يلعبون هاي الرياضه. اذا انا شخصيا رحت لها وانا ضربت كم كف، يعني نقول حنمشي اول جوله، ثاني جوله، ثالث جوله حقعد ابكي بصراحه. الا ما دمع، الا ما اصير انزف، الا حساس انا والله صراحه. حاب اسمع رايكم عن هيك رياضات، ولكن تو ايتش ذير اون صراحه. يعني كل بني ادم وعنده واهس، عنده شغلات وميوله اللي يحبها اللي هي غريبه. يعني هذا البني ادم انا احسه غريب انه ليش اخترع هيك شغله. بس احنا مثل ما قلنا كل ما زادت فلوسك كل ما زادت غرابه الشغلات اللي تثيرك او تعجبك. وانا حاسس انه هذا الاصلع وصل لهاي النقطه. التعليق لكم. بعدين انتبهت انه بالفيديوهات مالتي ما اقول لكم سووا اشتراك وسووا لايك وما اعرف شنو وفعلوا تنبيهات الجرس ويلا يا ابطال، والله يا ابطال، يلا كل واحد ياخذ له مصه. ما اعرف، ما يمكن ما متعود على المصمصه، ما اعرف. يعني انا صراحه قلبي يوجعني من كثر ما الناس انضربت للاسف. استمتعوا بعيدكم، استمتعوا برمضانكم، واخر يوم برمضان ولا ما اعرف شو وقت حينزل هذا الفيديو، آخر كم يوم برمضان، إلى اللقاء. واشتركوا همنا، اشتركوا لأنه حنوصل ل1000 مشترك.